كان بالنسبه لي هو بيحل لي مشاكل نفسيه وجسديه. انا كنت زي ما قلت لك تعبان في المواصلات وبضيع جزء كبير من يومي رايح جاي. عرف لي يعني ايه مطور او ووردبريس ديفلوبر. طيب انا هفضل في الحته دي، مش همشي دلوقتي. ماشي. لو عايزين نقول، انت قلت الرود ماب بس ملخبط، لان ده السؤال ده جالنا كتير جدا. اوكي. رود ماب علشان ابقى من الصفر اوكي. ابقى مطور ووردبريس او ووردبريس ديفلوبر. ماشي. طيب اديك كام نقطه كده لو انت عملتهم اضمن لك ان انت تشتغل في ووردبريس. ماشي. حلو. يعني ان شاء الله بعد توفيق ربنا يعني. يا مساء الفل، انت عايز تشتغل ريموتلي او من البيت وعايز تبقى ووردبريس ديفلوبر، وعلشان كده انا النهارده عملت لقاء مع احمد حسين اللي شغال مطور ووردبريس او ووردبريس ديفلوبر وريموتلي بقاله سنين. هيرد على كل اسئلتك اللي انت محتاج ليها اجابات بخصوص الشغل الريموتلي او الشغل من البيت، وكمان ووردبريس وازاي تبقى مطور ووردبريس او تبقى ديفلوبر من الصفر. هسيبكم مع الفيديو. ازيك يا ابو حميد؟ ايه رايك بتعمل ايه؟ انا الحمد لله تمام، انت ايه اخبارك؟ مية مية الحمد لله. الحمد لله. طيب انا عرفت الناس بيك حاجات بسيطه جدا، عايزك بقى تعرفنا عن نفسك وقول لنا قصه الريموت اللي بدات ازاي. انا احمد حسين، سوفت وير انجينير، شغال في السوفت وير من 2011 وشغال ريموت من 2016 يعني 2016. 7 سنين دول. 7 سنين صح؟ 7 سنين. طيب بدات قصه ريموتلي ازاي؟ والله بدأت بان انا كنت بدور على شغل جديد. انا اصلا كنت شغال شغل عادي، بروح المكتب وكده، كنت شغال بالمعادي وكنت تعبان بقى من الطريق رايح جاي والدائري واقف والكلام دوت. ومراتي كانت شغاله ريموت، يعني هي اصلا كانت شغاله ريموت في الفتره دي، وقعدت تدور على شركات ووقع قدامها شركه اسمها اون ذا جو سيستمز اللي احنا اتعرفنا فيها على بعض. كانوا كاتبين بلوج بوست عن مميزات بقى شغل الريموت واحنا بنسافر وبنروح وبنيجي والحاجات دي كلها. فعجبني البوست وهي اقنعتني الصراحه. بس فقدمت على الشغل، عملت الانترفيوز واتقبلت الحمد لله، وشغال بقى من ساعتها ريموت. جميل جدا. طيب الشغلانه اللي كنت شغالها في المكتب الاول قبل شغل الريموت كانت عباره عن ايه؟ كنت شغال بالديفلوبر برضو، بس ما كانتش اي حاجه ليها علاقه بالووردبريس. كنا بنعمل بلاتفورم لتداول الاسهم. كانت تبع شركه بلتون الماليه، كنا بنعمل لهم الموبايل ابلكيشن بتاعهم والويب سايت. طب ده ما كانش ليه علاقه بوردبريس؟ لا خالص، ما كانش ليه اي علاقه. تمام. انت اتقابلت في شركه في مجال ووردبريس، مظبوط. الموضوع كان بالنسبه لك عامل ازاي؟ طيب نرجع هيستوري. طيب اصلا ايه علاقتي بالووردبريس يعني اساسا؟ انا اتعرفت على الووردبريس في 2008. كنت في الفتره دي بلعب يعني على النت وكده، وعايز اعمل بقى بلوج بتاعتي او ويب سايت. وقع قدامي دروبل وووردبريس. فدروبل نزلته وما فهمتوش الصراحه. نزلت ووردبريس وكانت سيمبل جدا. وبدات استخدمها عادي كبلوج وكده لحد 2009 كانت مجرد استخدامي ليها كبلوج. طبعا كنت في الوقت ده بتعلم الديفلوبمنت وكده، بس ما عملتش اي حاجه لوردبريس اصلا، ما كنتش اعرف الديفلوبمنت بتاعتها شغاله ازاي. فساعتها كان الايفنت بتاع فيسبوك بتاع اف 8 اللي نزلوا فيه اللايك بutton بتاع المواقع، اللي هو انت تاخد اللايك بutton تحطه في الويب سايت بتاعك. بما انا كنت عامل ويب سايت على ووردبريس، قلت ايه ده، طب ما ممكن اجرب بقى اعمل البتاع دوت، الزرار دوت احطه في السايت بتاع ووردبريس. ودخلت دورت ازاي تعمل بلجن، وعملت فعلا بلجن ديت ونجحت، جابت ترافيك عالي جدا على السايت ويعني هي اصلا كانت السبب الرئيسي ان انا اخش في الديفلوبمنت بتاعت الووردبريس دي. بس فلما جيت بقى قدمت انا كان بقالي كتير طبعا ايه ما اشتغلتش ووردبريس، كنت شغال شغل عادي، عارف شغل الايجنسيز اللي هم بنعمل ويب سايتس وطلبات العميل والكلام ده كان معظم الشغل اللي انا شغاله في الفتره دي. بس انا كان ستيل عندي الباك جراوند بتاعت الووردبريس، وكان البلجن اللي انا عاملها ديت كانت ساعتها وصلت حوالي 500,000 داونلود، وكان 10,000 اكتف سايت. فطبعا الارقام دي يعني كويسه لحد دلوقتي، الارقام دي تعتبر كويسه طبعا. بس انا مش ما كنتش بمنتين البلجن خالص. بس برضو بتدي ايه كونفيدنس كده للشركه اللي انت رايح تقدم فيها، طيب ما هو عنده بلجن شغاله فهيعدي. وكان الانترفيو بتاع اون ذا جو سيستمز في الوقت دوت ما كانش فوكست قوي على الووردبريس، كان الفوكس الاكتر بتاعهم على البي اتش بي والجي كويري والحاجات ديت. فده سهل كمان الانترفيو اكتر. صح، هو كان توفيق من ربنا. يعني انا لما اخش ابص على الاجابات بتاعتي، لسه عندي الدوكيومنت بتاعت الاجابات دي، يعني لا ما كانتش احسن اجابات، بس هو كان توفيق يعني في الاخر. طبعا اكيد. طيب ده بدات الشغل ريموتلي ازاي؟ دلوقتي حاليا انت شغال ايه؟ انا لسه شغال ريموت، شغال في شركه دبليو بي انجن ستيل برضو ووردبريس.
سوفت وير انجينير على البرودكت بتاع دبليو بي مايجريت، بلجن مايجريشن تقدر تنقل بيها الويب سايت بتاعك من هوست لهوست، من لوكال لهوست. طبعا مشهور جدا. طيب احكي لي للناس اللي مش عارفه الشغل ريموت، يوم الشغل عامل ازاي؟ بص هي دي طبعا بتختلف من شركه لشركه وعلى حسب التيم اللي انت شغال معاه. زي ما انت عارف لو انت شغال مع تيم معظمه في اوروبا وكده، واحنا هنا في مصر التايم زون بتاعتنا تبقى قريبه قوي من بعضيها. مظبوط. فتقريبا بنصحى كلنا في نفس الوقت نشتغل، مثلا من 9 ل 5 ويوم شغل عادي يعني. لكن انا التيم اللي انا شغال معاه كله في امريكا، والتايم زون بتاعتهم يعني بيبداوا يشتغلوا الساعه 5 بتوقيتنا. مظبوط. فانا طبعا لو قلبت اليوم بتاعي ان هو يبقى بيماتش اليوم بتاعهم هتبقى مشكله، هبقى انا بشتغل معظم الليل يعني، فهبوظ يوم. فاللي انا بعمله ان انا بصحى الساعه 9 تقريبا، انا ببدا شغل الساعه 9. الوقت بتاع الصبح ده الميزه فيه ان مفيش اي حد بيكلمك، ان هو فوكس تايم حلو تقدر تخلص فيه شغل زي ما انت عايز من غير ما حد يقطعك يعني. بس فبقعد اشتغل لحد الساعه 12 او 1، وبعدين بنزل اجيب الولاد من المدرسه، ارجع مثلا على الساعه 4 كده ابدا اكمل شغل تاني. ده بيبقى الوقت بقى اللي التيم بتاعي بدا فيه نعمل شويه الميتنجز اللي تبقى في اول اليوم ديت. وبعدين مثلا بخلص شغل على 7 8 اكون قفلت اليوم بتاعي ده. في ايام طبعا بتحتاج فيها ان انت تقعد اكتر، باخر نفسي بقى الصبح خالص، ما اصحاش الصبح واشتغل من بالليل، ابدا من الساعه 5. جميل جدا. طيب انت دلوقتي يعني انت تقريبا اليوم بتاعك مقسوم على مرتين. مظبوط. ازاي بتنظم بقى التاسكات اللي تعملها الصبح والتاسكات اللي تعملها بالليل؟ ازاي بتعمل الكلام ده؟ وحتى لو في تولز بتستخدمها ممكن تقول عليها. تمام. بص هي عموما تظبيط الوقت برضو اللي بيساعدك عليه اكتر هو طريقة الشغل اللي انتوا كتيم شغالين بيه. فاحنا مثلا حاليا شغالين سكرام، فانت بتبقى عندك السبرنت بتاعتك. احنا السبرنت بتاعتنا مدتها اسبوعين، فببقى داخل انا عارف بالظبط السبرنت بتاعتي ايه البريوريتيز اللي فيها وايه الجولز وايه التاسك اللي انا شغال عليها دلوقتي، انا محتاج اخلص ايه وايه الحاجات اللي عندي. بس فانا ببدا اليوم بتاعي لو انا عندي تاسكات كودينج، بس بخش على تاسكات الكودينج دي اول حاجه، بالذات في وقت الفوكس تايم دوت اركز عليها. وبعدين بما ان طبعا ديت ادفانتج كويسه ان هم بيبداوا الوقت زي ما قلت لك كده الساعه 5، فانا بيبقى عندي سبورت ديوتي مثلا في الوقت دوت، عشان احنا برضو ساعات بنهندل سبورت على البلجن. تمام. بيبدا متاخر، الناس تبدا يعني ايه اللود بتاع السبورت يبدا متاخر، فباخد شويه الحاجات بتاعه السبورت ديت. وبعدين ارجع تاني بقى اكمل شغل، يا اما بقى كود ريفيو لبقيه افراد التيم، يا اما اكمل شغل في الكودينج، يا اما ميتنجز يعني على حسب الجدول بتاعك في اليوم عامل ازاي. يعني انت ما بتحسش بالخبطه او في حاجه ضغط عليك بسبب قسمه اليوم دي؟ بص انا اول لما اشتغلت كانت اصلا فكره القعده في البيت ديت غريبه. فتحس ان انت القعده في البيت مرتبطه معاك بان انت قاعد منتخ ما بتشتغلش. بس فاول كام شهر ليا في الشغل الريموت كنت البرفورمانس بتاعي ما كانش كويس، كنت مريح كده. بعدين بقى لما اتعودت على النظام واصلا خدت كمان على الشغل اللي كان موجود في الشركه، خلاص اتعودت على القصه دي. فحتى بعد لما سبت اون ذا جو سيستمز ورحت الشركه اللي انا شغال فيها دلوقتي، كنت خلاص انا خدت على الوضع دوت، وعارف التاسكات اللي عندي، عارف ان انا محتاج اشتغل، ويبقى ايه الكوميتمنت بتاعتك بتزيد بعد ما تاخد على شغل من البيت. والنقطه دي بتبقى مذكوره دايما في الجوب ديسكريبشن لاي شغلانه ريموت، ان الناس بتطلب يبقى عندك ريموت اكسبيرينس. لو انت عندك ريموت ورك اكسبيرينس دي تبقى بلس. يعني لو في 2 مقدمين وواحد فيهم ما اشتغلش قبل كده ريموت خالص وواحد اشتغل ريموت قبل كده، دايما بيختار بيشتغل ريموت عشان النقط دي بالذات. مظبوط. ان الناس واخده ريموت او الشغل الريموت ده بيبقى ليه مش طقوس خاصه ولكن ليه معامله خاصه بالظبط، وعشان تتعود عليها بيبقى الموضوع بياخد شويه وقت، فهم بيوفروا الوقت ده بان هم بيختاروا الناس اللي اشتغلت ريموت قبل كده. مظبوط. طيب الشغل الريموت او العمل من المنزل ده ليه مشاكل جسديه وليه مشاكل نفسيه. ايه نصايحك علشان لو حد ناوي يشتغل او شغال دلوقتي فعلا ريموت يتجنب المشاكل سواء النفسيه او الجسديه؟ تمام. طيب انا برضه اول لما بدات شغل ريموت كان بالنسبه لي هو بيحل لي مشاكل نفسيه وجسديه. انا كنت زي ما قلت لك تعبان في المواصلات وبضيع جزء كبير من يومي رايح جاي، فلما قعدت في البيت وفرت وقت ووفرت مجهود فبقيت مستريح. بعدين الموضوع بيقلب معاك بقى ايه، راحه زياده عن اللزوم. تبدا طبعا قاعد طول النهار. يعني خلي بالك احنا ما اتكلمناش عن الموضوع ده في النقطه اللي فاتت اللي هو حاول ما انت قاعد في البيت، فانت
يتند ان انت ايه اوفر وورك، صح؟ ما انا قاعد، بالظبط. ما انا كده قاعد افضل قاعد شغال مظبوط. فالموضوع دوت بيأثر على ظهرك، بيأثر على رقبتك، بيأثر على جسمك، تتخن، وزنك يزيد وكده. زائد ان دوت بيأثر في الاخر، يروح راجع يأثر على نفسيتك، يجيلك اكتئاب وزهق بقى، ما انا قاعد طول النهار شغال عشان أنا مش منظم وقتي. والموضوع ده حصل معايا يعني بعد حوالي 5 سنين من الشغل الريموت، بدأت اتأثر بقى. وزني كان زاد جدا، وبدأت بدأ يجي لي اكتئاب. ما انا قاعد طول النهار وانا انت عارفني يعني انا ماليش في هشتغل. ماليش في الخروج والنزول والكلام ده، كنت قاعد على طول النهار في البيت. وبعدين جت كمان فترة الكورونا دي، كانت فترة صعبة طبعا على كل الناس، زودت الموضوع دوت اكتر. فبعد لما الكورونا خلصت والدنيا بدأت تفتح كده، قلت طب ما اروح اجرب اعمل اي رياضة، اي اكتيفيتي. فرحت اشتركت في تمرين ركوب خيل، انا وابني كنا بنروح مع بعض. وبعدين الموضوع دوت فتح وراه بقى ان انا اركب خيل، وبدأت العب تنس، بدأت اعمل اكتيفيتيز تانية. خرجت من البيت. خرجت من البيت بالظبط. بالظبط كده. خرجت من البيت، لان أنا حتى كانت الهوايات التانية بتاعتي اللي كنت بعملها كانت برضو ايه، انا قاعد في البيت، ايه، قاعد مثلا بقرا في موضوع جديد، قاعد بلعب شويه حاجات الكترونكس، وكله برضه انت قاعد على المكتب وقاعد على الكرسي ما بتعملش حاجه. فلعب الرياضه والخروج من البيت دوت حسن لي نفسيتي، ظبط لي جسمي، فرجعت برضه ايه، بيديك طاقه اكتر للشغل. يعني لو هنلخص النصايح بتاعتك، اخرج من البيت، اخرج من البيت، حاول تمارس اي رياضه، اي اكتيفيتي اوت دورز، يعني مش لازم رياضه بس، اخرج بره البيت، يعني افصل نفسك عن الشغل شويه. وكان في برضه بعض النصايح انك انت تحدد اخر اليوم. بالزبط. اخر اليوم ساعه معينه، مفيش شغل بعديها، حتى لو ايه اي حاجه ممكن تتاجل. طيب في واحده او تعتبر هي واحده من اهم المتطلبات عشان الواحد يشتغل ريموت، هي اللغه الانجليزيه او الانجليش. نصايحك بقى، الناس تتعلم انجليش ازاي او تقوي الانجليش بتاعها ازاي؟ طيب انا اقول لك تجربتي طبعا عشان ايوه الإنجليزي. بص انا عموما وانا صغير كنت فاشل جدا في الانجليزي، حرفيا ما كنتش بعرف اكتب كلمه واحده بالانجليزي، تمام. بس جيت في نفس الفتره بتاع اللي كنت بتكلم عليها بتاعت 2008 ديت، كان اليوتيوب ظهر وانا ادمنت الصراحه اليوتيوب في الفتره ديت. كان لسه في بدايته، والكونتنت ما كانش كتير بس كانت حلو. فكنت بقعد اتفرج على اليوتيوب فترات طويله، وكان كل الكونتنت طبعا اجنبي انجليزي. فلقطت اللغه. انا كنت برضو صغير في الوقت دوت، وانت صغير بتتعلم سهله طبعا، بيبقى اسهل عليك. ماشي بيبقى اسهل عليك ان انت تتعلم لغه جديده. بس الكي بتاعي انت ازاي تحسن الانجليزي بتاعك هو الممارسه، بغض النظر انت هتتعلمها ازاي. هتعلمها من فرجه على فيديوهات على النت، اللي هم في ناس كتير كونتنت كريتورز دلوقتي بيعلموا انجليزي بس، او ان انت بتتفرج. في ناس كتير بتتعلم بان هي تتفرج على افلام ومسلسلات او فيديوهات على اليوتيوب. حاول تمارس. انا كنت بمارس ازاي وانا صغير؟ كنت بعمل فيديوهات على اليوتيوب، يعني كنت بقعد اسجل زي ما انت مثلا التوتوريالز انت بتعملها، كنت انا بقعد برضه اسجل حاجات كده بدائيه جدا، توتوريالز من اللي انا بعرف اعمله وخلاص بالانجليزي. طبعا الانجليزي ما كانش احسن حاجه، بس انت مع الوقت لما بتسمع نفسك وبتسمع ناس تانية بتعرف الاخطاء اللي انت كنت بتعملها. وكان في حاجه تانية ساعدتني جدا ان انا كنت بكلم نفسي، يعني اكلم نفسي بالانجليزي، فاهم؟ اقعد اتكلم، اعمل حوار مع نفسي بالانجليزي حلو جدا. فانت لسانك بياخد على اللغه، ودنك بتاخد على سماعها، والسمع والممارسه دوت اهم حاجه. ولو بخصوص الكلام لو بتتكلم مع نفسك، لو مش قادر تتكلم مع نفسك، في دلوقتي ابلكيشنز مجانيه وبفلوس تقدر تتكلم بيها انجلش او لغات تانية طبعا، بس هنتكلم على انجلش مع ناس تانية من كل حته في العالم. لو انت مكسوف تتكلم مع نفسك صح. يعني صح. تقدر تتكلم مع ناس تانية في اماكن تانية، واديكوا الاثنين بتتعلموا مع بعض. مظبوط. التكنولوجيا يعني سهلت حاجات كتير الصراحه اليومين دول. صراحه. وكان في برضو من لو يعني الناس ما شفتش الحلقات اللي فاتت، برضو كان في اللي عملنا معاهم انترفيو قبل كده، كان بيقول لك ممكن تسمع اوديو بوكس. ده جميله جدا. في البودكاست تسمع بودكاست زي البودكاست احنا بنسجله بالظبط. دي حاجه انا بعملها. انا بسمع مش اعلان يعني، بس انا مشترك في ستوري تيل، وكل ما بخلص كتاب ابدا كتاب تاني بعديه عن اي حاجه، قصه، حاجه علم يعني، اي حاجه. السماع الكتب دوت والبودكاست ده برضه بيعودك على سماع اللغه والممارستها. طيب بخصوص ووردبريس، لو ناس عايزه تدخل المجال، اوكي، هل كاحمد شايف ليها مستقبل؟ بص، هي الارقام اكتر حاجه تجاوب على السؤال دوت، واعتقد احنا الاثنين عارفين. ووردبريس مشغله تقريبا حوالي 45% من المواقع اللي موجوده في العالم كله بترن على ووردبريس، بتستخدم ووردبريس. فده لوحده رقم خرافي يعني، يعني مش محتاج نتكلم عليه.
زائد ان هي كان الجروث بتاعها كل سنه كانت بتزيد حوالي من 11 ل 12% جروث كل سنه. فده برضو رقم مش قليل. معظم البيزنسز مثلا لو انت عايز تفتح ستور او عايز تفتح متجر يعني اونلاين، ارخص حاجه تروح لها ان انت تروح تستخدم ووكوميرس على موقع ووردبريس وتسيت اب دوت. ودي غالبا اكتر حاجه ترندي دلوقتي. معظم الناس بتفتح ستورز، ولما تبص على الكومبيتيشن هتلاقي ووكوميرس وهتلاقي شوبيفاي. اعلى اتنين. شوبيفاي غالي جدا لو انت عايز تبتدي، ووكوميرس رخيص. طيب الناس ديت بقى اللي بتفتح ستورز، الناس ال 45% من المواقع اللي موجوده على الانترنت ديت مش عايزين حد يمنتين ويديفلوب فيتشرز جديده للمواقع بتاعتهم. هو ده الواقع. زائد ان انا من خبرتي في المجال ومن تعاملي مع الكاستمرز، الكاستمرز كبيره جدا، اي ام دي، مايكروسوفت، ناسا. انا اتعاملت مع ناس من الشركات دي شخصيا ككاستمرز عندنا في بيستخدموا البلجن، عندهم مواقع بتاعتهم على ووردبريس. ف يعني بص، اي موقع تخشه تخيل 50% تشانس ان الموقع دوت ممكن يكون شغال على ووردبريس. حقيقي. فلا الارقام بتسبورت فكره ان ووردبريس قويه جدا دلوقتي ولسه مكمله بيست على الجروث بتاعها. طيب يعني لو حد بيتعلم ويب ديفلوبمنت دلوقتي، انت تنصحه ان هو، او مش هقول لا بلاش الكلمه دي، بلاش كلمه تنصحه، تمام، هو لو عايز يدخل ووردبريس انت بتشجعه على كده؟ طبعا المجال كويس. المرتبات في المجال دوت كويسه جدا، لان الووردبريس ديفلوبرز الشاطرين مش كتير. الناس معظمها لما بتيجي تبتدي تتعلم حاجه يخش، لو هو هيتعلم بي اتش بي مثلا بيخش بقى بي اتش بي، لارافيل، الفريم وركس المعروفه اكتر حاجه مشهوره. لكن مفيش حد دماغه بتروح ناحيه ايه ده انا ووردبريس وهتعلم ديفلوبمنت الووردبريس. فلما تيجي الشركات تهاير بيستراجلوا جدا وبيعانوا في ان هم يلاقوا واحد عنده اكسبيرينس ووردبريس، ولو لقوا بس هم بيمسكوا فيه بايدهم واسنانهم، واحنا عايزين ده. طيب عرف لي يعني ايه مطور او ووردبريس ديفلوبر؟ ووردبريس ديفلوبر ديت بتشمل حاجات كتير. يعني ممكن تكون انت بتطور بلجنز للووردبريس، وممكن تكون بتعمل ثيمز للووردبريس، وممكن تكون بتعمل كاستم ووردبريس ويب سايت. يعني من غير بقى بعيدا عن البلجنز والثيمز، ممكن تكون بتكستمايز في الووردبريس نفسها، او ان انت واحد عنده متجر الكتروني زي ما احنا قلنا وانت برضو بتمنتين له الويب سايت بتاعه ده بفيتشرز جديده، او شكل جديد او يو اي يعني جديد للويب سايت بتاعه. ده بيشمل ان انت تكون واحد عارف يعني سيت اوف تكنولوجيز كده معينه، بيسكس، اللي هي بي اتش بي وجافا سكريبت وسي اس اس و اتش تي ام ال. ديت البيسكس لازم تكون عارفها عشان تخش في المجال. زائد معرفتك لمفهوم يعني ايه ويب سيرفر والويب سايتس عموما بتشتغل ازاي. بس دي البيسكس عشان تقدر تخش في المجال عموما، بعيدا حتى بعيدا عن ووردبريس. لو هتشتغل حاجه في بي اتش بي ديت البيسكس برضه. طيب انا اتعلمت الحاجات دي، تمام، ايه ناقصني عشان ابقى ووردبريس ديفلوبر؟ تمام. لو دخلت على المصدر الرئيسي لمعلومات الووردبريس، الدوكيومنتيشن بتاعت الووردبريس نفسها اللي هي developers.wordpress.org. تمام، الكودكس. كان اسمها الكودكس زمان، بقى اسمها ديفلوبرز دلوقتي. هتلاقي ان هم عاملين جايدز للناس اللي عايزه تخش في مجال البلجنز وناس عايزه تخش في مجال الثيمز. البريكوزيتس زي ما احنا قلنا الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول. بعد كده بقى بتحتاج تعرف ووردبريس نفسها شغاله ازاي. ووردبريس شغاله بطريقه مختلفه شويه عن الفريم وركس المتعارف عليها زي لارافيل لو خدنا اشهر واحد يعني. شغاله بحاجه اسمها الاكشن فلتر هوكس. تمام، ده نظام بيسهل ان انت تكتب فانكشنز وتهوك الفانكشنز ديت ان هي ترن في وقت معين في اللايف سايكل بتاعت الووردبريس نفسها. ده من ناحيه الاكشنز. الفلترز بتسهلك ان انت تتعامل مع الداتا بقى اللي ماشيه في السيستم ده كله، ان انت تلقط الداتا في مكان معين تغير فيها وترجعها تاني للووردبريس عشان هي تكمل البروسيس بتاعتها. ده الكور. لو انت فهمت الاكشن فلتر هوكس ديت، انت كده تقريبا فهمت 50% بقى من الووردبريس، والباقي ان انت تتعرف على الاي بي ايز اللي موجوده عندهم، شويه الفانكشنز الثانيه اللي موجوده اللي بتسهل عليك بقى الشغل، ان انت تتعامل مع الداتابيز، تجيب داتا من الداتابيز، تتعامل مع البوست واللوب والكلام ده. وبما ان احنا ذكرنا البوست واللوب والكلام دوت، ووردبريس في الاخر هي مجرد سي ام اس، كونتنت مانجمنت سيستم. يعني هي مش اي حاجه غير مجرد داتابيز فيها بوستس
ماشي. البوست دي ممكن يكون انواعها مختلفه، يعني ووكوميرس مثلا بتتعامل البرودكتس بتاعتها هي بوست. الووردبريس لما بتنزلها ولسه مشغلها هتلاقي فيها بوست وبيج، هم برضو في الاخر في الداتابيس هم عباره عن بوست، بس ده التايب بتاعه، ده بوست، ده بيج، ده برودكت. لكن قاعده البيانات في الاخر بتتعامل معاهم بنفس الطريقه. ودوت اللي مخلي الووردبريس مشهوره وسهله والناس تعرف تتعامل معاها بالشكل ده، ان هي سهل ان انت تخش تتعلم الكلام ده. فانت لو فهمت اللوب والبوست سيستم ده شغال ازاي والاكشن والفلتر هوكس، انت كده تقريبا عملت كفر للوورد. مفيش حاجه تاني يعني غير ان انت بقى تبقى فاميليار مع تكتب الحاجه ازاي وتستخدم انهي فانكشنز في انهي وقت. طيب انا هفضل في الحته دي مش همشي دلوقتي ماشي لغايه يعني لو عايزين نقول انت قلت الرود ماب بس ملخبط، ماشي. مش مرتب. عايزين رود ماب، لان ده السؤال ده جالنا كتير جدا. اوكي. رود ماب علشان ابقى من الصفر اوكي. ابقى مطور ووردبريس او ووردبريس ديفلوبر. ماشي. بص، اول حاجه اهم حاجه ان انت هتتعلم مبادئ البرمجه. الناس بتخش في البرمجه عموما بالكونسيبت بتاعنا عايز اكتب كود على طول، بس المشكله ان البرمجه فيها اسبك تاني وهو بتاع البروبلم سولفنج، ان انت اصلا تقدر ايدنتيفاي المشكله، تعرف على المشكله وتلاقي لها حل، وبعدين تبدا تكتب الكود اللي يحل المشكله دي. تمام. فانت بس هتقرا شويه في البروبلم سولفنج، تمام، وبعدين تخش تتعلم لغه البرمجه الاساسيه اللي احنا شغالين بيها في الووردبريس اللي هي PHP. ديت اهم حاجه. الناس هتقول لك الريسورسز كتير جدا. PHP من اكتر اللغات الكفرد في العالم يعني. ولو احنا عايزين ريسورس مصري، الزيرو اكاديمي يعني مزبوط. احسن كونتنت تعليم ووردبريس بالعربي. فانت بعد ما هتتعلم انا قلت ووردبريس، لا، احسن تعليم PHP بالعربي. تمام. فبعد ما تخلص PHP زي ما قلت برضو بريكوزيتس مهمه جدا، CSS HTML ده اساسي عموما، لازم تعلم CSS HTML. بعدين جافا سكريبت. تمام. لان جافا سكريبت استخدامها كتير جدا في الووردبريس. ودلوقتي بالظبط دلوقتي هنخش في الموضوع ده. بعد ما تخلص الحاجات ديت تقدر تخش على الجايد developers.wordpress.org/plugins. ماشي. حط الفيديو ده، حط اللينك ده في ده هتلاقي هم حاطين بوليت بوينتس كده، بتبدا من الانترودكشن لحد اخر حاجه خالص، ازاي تببلش البلجن بتاعتك ديت على الريبوزيتوري بتاعت الووردبريس، وهو بيكفر كل حاجه، ازاي تبدا، ازاي تعمل فولدر بتاع البلجن وتقسم الفايلات بتاعتك، ازاي تكتب الحاجه ازاي. فده موجود كله في الدوكيومنتيشن. هياخد وقت. الووردبريس ليها توتوريالز، ماشي، ما لهاش كونتنت بالعربي في الديفلوبمنت جامد قوي، بس في توتوريالز كتير موجوده بالانجليزي وعلى اليوتيوب فري، خش تدور عليها وهتلاقي وهي بسيطه يعني، ما فيش بقى، مش معقده لو انت دخلت على التوتوريالز بتاعت PHP تلاقيها متقسمه وحاجات كتير، وبيبدا بالفانكشنال بروجرام يعني يخش في الاوبجكت اورينتد وقصه وحوار. الووردبريس ابسط من كده بكتير، فايل واحد تكتب فيه البلجن بتاعتك وخلاص. طيب الجافا سكريبت ده مهمه جدا اليومين دول، لان معظم الشركات متجهه لان هي تعمل الUI او الجوي بتاعهم بتاع البلجنز بتاعتهم برياكت وفيو وسفيلت. تمام. الثلاث حاجات دول اشهر حاجتين فيهم، رياكت وفيو، تقريبا ايكوالي امبورتنت هما الاثنين، لان نص الشركات بتستخدم رياكت، نص الشركات بتستخدم فيو. بالظبط. بس هما الكونسبت بتاعهم قريب قوي من بعضيه، فانت يعني اتعلم اي واحد فيهم، يعني اتعلم رياكت وروح اشتغل في الشركات اللي عايزه رياكت، او اتعلم فيو وروح اشتغل في الشركات اللي بتتعامل مع فيو. يعني انا في الشغل الحالي اللي انا شغاله كان احد اهم الاسباب ان انا اتقبلت في الشغلانه ديت ان انا كنت ذاكرت رياكت. كنت خدت كورس على يوديمي لجافا سكريبت، بيتكلم بقى يعني ان ديبث كده الجافا سكريبت اصلا بتشتغل ازاي جوه البراوزر، وحاجات ادفانسد جوه الايكو سيستم بتاع الجافا سكريبت ده، وطلعت منه على الرياكت. وصدفه ساعتها ان كان كل الناس اللي بتحط جوبز جوه ووردبريس او بره ووردبريس عايزين حد عارف رياكت او فيو او الحاجات دي. ساعه الكورونا كنت كان الوقت ده، كل الكلام ده كان وقت الكورونا، مشيت ايدي في الفيو بان انا عملت ويب سايت كده بحط فيه اعداد الحالات بتاعه الكورونا يعني فاكره بس ده يعني ده كان هي دي انت بتتعامل بالطريقه دي، ان انت تمشي ايدك في مشاريع على جنب من غير ده، زي الانجليش لما بالزبط. عملتش ممارسه انت بالسلامه. بالظبط. بس فدي اهم حاجه في الجافا سكريبت. برضو الجافا سكريبت يعني يستحسن ان انت بس ما تبقاش عارف ان هي بتتكتب ازاي، خليك فاهم هي بتشتغل ازاي،
لان في الشغل بتاع الووردبريس والشركات معظم الشركات بتاع الووردبريس لما يكون كلها اجنبيه، فالبرفورمانس مهم جدا ان انت تطلع يو اي فلويد وشغال ومش بيعلق وكده. فانت عشان تطلع ده لازم تبقى فاهم الجافا سكريبت شغاله ازاي علشان تافويد المشاكل بتاعه البرفورمانس دي. بس فيعني خد وقتك واتعلم وقدم على الشغل وان شاء الله بسيطه يعني. بسيطه جدا ان شاء الله. طيب انت قلت ان إن الشركات بتدور دلوقتي على ووردبريس ديفلوبرز، تمام. وانا من اللي انا شايفه ان في ناس كتيره من بي اتش بي ديفلوبرز بيتجهوا لموضوع ووردبريس، تمام. او بيشتغلوا في شركات ووردبريس، وخصوصا بعد الكورونا. احنا عارفين الكورونا حصل ناس كتير قعدت في البيت وناس كتير اتجهت للشغل ريموتلي، وبقت في منافسه فظيعه جدا. تمام. انت لو برضه من وجهه نظرك، لو في حد عايز يبقى مطور ووردبريس ويستاند اوت او يبقى مميز عن بقيه الناس، سواء اللي متعلمين ووردبريس او ما اتعلموش ووردبريس وجايين من بي اتش بي، ازاي الواحد يبقى مميز او يبقى مطور ووردبريس مميز؟ تمام. طيب اديك كام نقطه كده لو انت عملتهم اضمن لك ان انت تشتغل في ووردبريس. ماشي. حلو. يعني ان شاء الله بعد توفيق ربنا يعني. ووردبريس هو بروجكت اوبن سورس. تمام. و بالظبط زي ما احنا بنتكلم الناس بتعمل له بلجنز. تمام. فدول حاجتين لو انت ركزت عليهم كمطور ووردبريس هتشتغل، او ثيمز يعني حاجه بلجنز او ثيمز. اول حاجه لازم تعمل لنفسك بلجن او ثيم وتنزلهم على الريبوزيتوري بتاعه الووردبريس، زائد ان انت لو تقدر تخش تكونتريبيوت في البروجكت بتاع الووردبريس باي حاجه. ينفع تكونتريبيوت بدوكيومنتيشن، ينفع تكونتريبيوت بكود، اي حاجه. خش اعمل اي حاجه. ترجمه بالظبط. وحط اسمك بس في الريليس نوت كده، هم بيكتبوا اسامي الناس اللي عملت كونتريبيوشن في الريليس بتاعهم وبيحطوها في البروفايل بتاعك. لان الشركات اللي بتعين ووردبريس يقول لك انا عايز الووردبريس بروفايل بتاعك، فهم هيلاقوا ان انت بلجن ديفلوبر، هيلاقوا ان انت كور كونتريبيوتور مثلا. انا اضمن لك ان انت هتاخد الشغلانه ديت، صح. لان موست لايكلي اللي مقدم قدامك ما عندوش الكلام ده. ناس قليله قوي اللي بتاخد وقت ان هي تعمل كده، ان الكونتريبيوشن بالذات في بتاع الكور مش سهل، بياخد وقت. لازم تخش وتبقى تعمل بريزنس كده في الكوميونتي على ما يثقوا فيك ويدوك حاجه تعملها. مظبوط. لكن اسهل روت ان انت تعمل بلجن او ثيم. لو عملت بلجن او ثيم حتى لو ما لهمش يوزرز، مجرد ان انت عامل دول، حتى عارف هيسالوك معظم الشركات تقول لك انا عايز كود سامبل الحاجات اللي انت كنت عاملها قبل كده. ابعت له البلجن ديت اللي انت عاملها، يعني خد وقتك فيها واكتبها كويس وابعت لهم ادي الكود سامبل بتاعي، دي بلجن وموجوده على الريبوزيتوري مثلا. فكره صايعه حقيقي. طيب هل كل مطورين ووردبريس او الووردبريس ديفلوبرز بيعملوا نفس الحاجه ولا في منهم انواع؟ تمام. لا هو في انواع ومختلفين وبعاد قوي عن بعض كمان. يعني في مجال شغلي دوت انا شفت زي ما بقول لك كده ناس بيكتبوا بلجنز، وناس بيكتبوا ثيمز، وناس بيبنوا الويب سايتس دي. بيبقى عندهم تكنيكال باك جراوند ان هم يعملوا زي شو كيس ويب سايت كده. حتى انت شفت ديت في المجال، لو احنا بنبيع بلجن مثلا وعايزين نوري الناس هي شغاله ازاي، بنخش نعمل زي ويب سايت شو كيس. في واحد شغال الشغلانه دي ان هو بيعمل الويب سايت ده، ويبقى عنده شويه تكنيكال باك جراوند عشان بس يعرف يتعامل مع الموضوع. زائد ان في مطورين بقى الويب سايتس. يعني لو انت بتعمل ويب سايت فروم سكراتش، وليكن ويب سايت الشركه، ويب سايت الشركه بتاعتنا، تمام، اللي احنا بنبيع من عليه البلوج. الويب سايت دوت فيه بيمنت جيت ويز عشان تبيع من عليه. في حاجه زي بتاعت التستمونيالز واليو اي، لان ممكن تبقى عايز تعمل اليو اي بتاع الويب سايت نفسه وان بيج ابلكيشن برياكت او وات ايفر. تمام. الحاجات دي كلها بيستخدموا لها فريم وركس بتشتغل مع الووردبريس، زي مثلا فريم ورك زي بيدروك مثلا. دوت بيسمح لك ان انت تتعامل مع الووردبريس كفريم ورك، وتقدر تعمل ابلكيشنز بيها والديبلوي عن طريق مثلا جيت هاب، او ان انت تكوميت على جيت هاب وهو يروح يحط التشينجز على طول. فدي ليها ديفلوبرز مخصوصين. يعني انت يعني مثلا احنا عندنا في الشركه مسمينهم التيم بتاع السايتس. يبقى عندنا تيم السايتس، تيم البلجنز، والتيم بتاع الماركتنج اللي بيعمل الحاجات بتاعت الشوكيس. تمام. فدول 3 مختلفين خالص. زائد ان انت لو عندك برضو ديفلوبمنت باك جراوند للووردبريس، تقدر تشتغل في السبورت، في التكنيكال سبورت. يعني التكنيكال سبورت عاده بيبقى متقسم زي تيرز. عندك التير الاولاني ما بيبقاش تكنيكال قوي، وبعدين في واحد بقى بيستلم منه ايه
المشاكل العويصه ويخش يبص عليها. دوت لازم يبقى بني ادم تكنيكال وعارف الووردبريس شغاله ازاي عشان يقدر يتعامل مع الكاستمرز. زائد في تيم تاني واعتقد برضه انت عندك خبره في الموضوع ده، الكومباتيبيليتي. الووردبريس زي ما احنا قلنا ايكو سيستم واسع جدا، بلجنز كتير. بيحصل ان البلجنز ديت ما بتشتغلش كويس مع بعضها، فالشركات اللي عندها بلجنز كبيره بيحاولوا يخلوا البلجنز بتاعتهم تبرفورم احسن حاجه على معظم مواقع الناس. فلو في مشاكل كومباتيبيليتي مع بلجن تانية، الشركات بتكلم بعضيها عشان يحاولوا يصلحوا المشاكل دي. بس ففي التيمز بتاعت الكومباتيبيليتي ديت برضه لازم يبقى عندهم تكنيكال باك جراوند علشان يقدروا يوصلوا الشركتين ببعض او المشاكل من هنا لهنا. فالمجال واسع يعني، في كذا شغلانه لو انت عندك التكنيكال باك جراوند تقدر تشتغلها، مش بس ان انا قاعد بكتب كود ل بلجن او ثيم او كده. صح. طيب لو في حد، ودول كتير، بيعرف يبني ويب سايت كامل في ووردبريس بدون ما يكتب اي كود باستخدام بلجنز وثيمز بيج بيلدر والكلام ده هل ليه وظيفه اصلا ريموت؟ طب يعني زي ابسط مثال اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي حاجه، الناس اللي بتبني الشوكيس ويب سايتس ديت شغلانه موجوده فعلا في كل حته يعني. ماشي خلينا، انا بس عايز بس أراجع يعني. انا مثلا شركه زي، خلينا نقول اي شركه كبيره، إليجانت، بلاش إليجانت تيمز، عندهم ثيمز. شركه زي دبليو بي انجن، هل هيعملوا الويب سايت بتاعهم بإليمنتور مثلا؟ لا، الحاجات بتبقى عندهم حاجات كاستمايزد. او شركه، مش بلاش شركه كبيره، لو شركه ما فيش شركه اعتقد في ووردبريس بتستخدم بيلدر بتاع شركه تانية، لا فبيعملوا فروم سكراتش. مظبوط. فده محتاج كودينج. لكن الناس اللي ما بتعرفش تكتب كود، هل ليها وظائف ولا لا ريموتلي؟ ليها وظائف هنا. بص يعني على حسب السكيل سيت بتاعته. يعني مثلا شغلانه مشهوره جدا في الحته بتاعت الووردبريس ديت الكونتنت، ان انت ترايت كونتنت. لو انت فاميليار بالووردبريس هتتعامل معاه، ممكن تشتغل في التيم بتاع تيم ماركتنج او حاجه، تكتب بلوج بوست، لان الكونتنت ماركتنج من اكتر التكنيكس اللي شغاله اليومين دول. فيعني ديت اقرب حاجه ممكن الصراحه تجيلي في دماغي دلوقتي. هو انا بفكر معاك برضو، اصل الكونتنت رايتنج ده مجال وفيه ليه وظائف كتير، وظائف كل الشركات طالبين كونتنت رايترز. فلكن لو بتستخدم ثيمز او بلجنز، اعتقد هيبقى افضل انك انت تران يور اون بزنس، اللي هو تجيب ناس عايزين مواقع تعمل لهم الويب سايتس، ايجنسيز يعني. لكن ما اعتقدش ان هيبقى في شغل ريموت للفئه دي، او للناس اللي بتعرف تعمل ثيم، تشتغل بالثيمز والبلجنز اللي هم الجاهزين. بالظبط. طيب الناس دي اللي هم بيستخدموا الثيمز والبلجنز عشان يبنوا المواقع، ده اوريدي عنده خبره كويسه في ووردبريس، لان هو شئنا ام ابينا هتلاقيه بياخد كود من هنا يحطه في ثيم الفانكشنز بي اتش بي فايل والكلام ده. الخطوه اللي جايه ليه على طول عشان يبدا يشتغل في الشركات اللي بره، هل يبدا من الاول من الصفر خالص من HTML و CSS وجافا سكريبت ولا الكلام ده كله، ولا يروح يذاكر الحاجات على ووردبريس بس اللي هي على developers.wordpress.org والكلام ده، ولا يعمل ايه؟ الخطوه اللي جايه ليه اللي انت شايفها انسب ليه؟ بص، هو عموما مفيش واحد بيبدا بيرفكت، صح؟ يعني انت عندك زي ما الناس ما بتبقى عايزه تعين سينيورز، بيبقوا عايزين يعينوا جونيورز، صح؟ التكلفه تبقى اقل ومش طالب منه يبقى خبرته عاليه. فممكن لو هو عنده البيسكس بتاعت ازاي يكتب بي اتش بي، ممكن ينط على طول على الحته بتاعت ووردبريس، يقرا الدوكيومنتيشن. بس الاكسبكتيشنز بتاعته ما تبقاش عاليه في ان هو يلاقي شغل بسرعه. يعني ايجاد الشغل ساعتها هيبقى اصعب شويه، لان اتجاه معظم الشركات دلوقتي ان هي ما بتعينش خبرات قليله، لان الكوست بتاع ده عالي عليها. هو اسهل له ان هو يدفع مرتب مثلا اعلى شويه بس يجيب واحد فاهم، هيوفر وقت وهيوفر مجهود. بس برضو ده لا يعني ان الشخص دوت ملوش شغلانه. برضو احد الشغلانات اللي احنا لسه ذاكرينها التكنيكال سبورت. الفيرست تير في التكنيكال سبورت ديت واحد مش محتاج يبقى عنده خبره تكنيكال عاليه، صح؟ هو محتاج يبقى بيتعامل مع الووردبريس، عنده خبره بالمشاكل العامه اللي بتحصل مع البلجن اللي هو بيعملها سبورت ديت، وازاي يبقى لبق في الرد على الناس، وان هو يهندل المشاكل. فديت من يعني اقول لك حاجه، اشهر شغلانه للووردبريس اللي بتشوفها يعني في اصحابي او في السيركلز بتاعتي، هم اشتغلوا في السبورت. هي اسهل طريقه تخش بيها الووردبريس من غير ما تبقى تكنيكال. وناس كتير جدا اعرفهم نقلوا بقى بعد ما دخل السبورت. انا بالظبط يخش السبورت، بعدين يبقى يفاميليرايز نفسه اكتر بالبرودكت شغال ازاي،
ويبدا بقى يشوف الكود بعينيه. انت عندك اكسس دلوقتي على الريبوزيتوريز بتاعه الشركه والكود بيس بتاعهم، تبدا تخش بقى تدخل ايدك في الموضوع وتلعب وكده، فتطور من نفسك. ومعظم الشركات الكبيره او في الووردبريس، يعني كل شركات الووردبريس تقريبا كويسه في الحته دي، عندها كوتشنج، كارير كوتشنج، ان هي توصلك انت عايز تبقى فين. انا مش خلاص مش انا دخلتك الشركه، انت في السبورت بتقوم بالرول بتاعتك، بس لو انت عايز تطور نفسك وتروح لرول تانية، احنا هنديك السبورت والريسورسز ان انت توصل للحته دي بس. واحنا الاثنين نعرف ناس شخصيا نقلوا من السبورت للديفلوبمنت. يعني نقطه عموما حلوه جدا. يعني اللي بيعرف يشتغل بالثيمز وبلجنز بس ده فرصته اكبر في التكنيكال سبورت، في موضوع التكنيكال سبورت. هما كتير، يعني الناس هنا عارفين ان في شيت فيه كميه وظائف انا حاططها فيها كتير جدا تكنيكال سبورت، وفعلا زي ما انت قلت اي نعم مرتبات مش زي الديفلوبمنت، بس ستيل مرتب بالدولار بالظبط. ومش عايز اقول ارقام، ولكن هيبقى مرتب حلو جدا لما تيجي تحوله لمصر يعني. وحاجه تاني ان معظم الشركات اللي النجد بيحطها دي شركات اجنبيه، فعندهم الورك لايف بالانس كويس جدا. فانت حتى شغال سبورت مش طحن بقى اللي هو انت قاعد بتحل مشاكل عملاء طول النهار، لا، هما 8 ساعات الشغل بتوعك مطلوب منك كي بي ايز معينه توصل لها وخلاص على كده. فيعني الموضوع مش جلد برضه. حلو جدا. طيب الاي اي او الذكاء الاصطناعي او تشات جي بي تي او الكلام ده كله، اوكي، انت عايزك تقول لي يعني تعليقك ايه، وهيعمل ايه في ووردبريس، او ليه تاثير سواء بالسلب او بالايجاب؟ تمام. طيب احنا ممكن نبص عليه من ناحيتين، تمام، وناحيه في الديفلوبمنت والناحيه بتاعه الووردبريس. نبدا بالووردبريس والكونتنت والحاجات دي، لان برضه في الاخر ووردبريس هو سي ام اس، والناس معظم الناس بتستخدمها في البلوجز بشكل كبير. فظهر اول لما التشات جي بي تي ظهر الكونتنت بتاعه تشات جي بي تي. لو خش اكتب لي ارتكل عن ازاي تبقى مطور ووردبريس، يروح مدي لك شويه حاجات وتحطها. طبعا اللي الناس كلها بتقوله دلوقتي، يعني لو دخلت شفت الريفيوز بتاعت شات جي بي تي، ان هو مش اكيوريت 100%، يعني هو مش اذكى حاجه، هو بيطلع فيه غلطات كتير، ومعظم معظم معلوماته اوت ديتد، لان هو كان معمول له ترين على داتا سيت قديمه 2021 بالظبط. فالمعلومه بتاعته اوت ديتد. جوجل والسيرش انجنز بيعرفوا يديتكتوا الحاجات اللي مكتوبه بتشات جي بي تي، ولو قفشوا ويب سايت معمول عليه ارتكل تشات جي بي تي بيسقطوا الرانكينج بتاعه. وشركات اصلا يعني انت عارف بيصرفوا فلوس قد ايه علشان يعلوا الرانك بتاعهم. الناس لو تعرف اصلا ان معظم بيع البلجنز بتاعت الووردبريس دوت بيحصل عن طريق كونتنت ماركتنج، تكتب ارتكلز والناس توصل للويب سايت بتاعك يشوفوا البلجن يشتروه بس. فان انت تخاطر بالاي سي او بتاعك عشان بس تعمل ارتكلز بتشات جي بي تي ديت هتبقى خطوه غبيه. فالعامل البشري لسه مطلوب بشده في الحته دي. ولو خدناه من الناحيه الثانيه، عندنا ايه تاني بيست على موديل اقدم شويه لاوبن اي اي، كوبايلوت بتاع جيت هاب، بيست على نفس الكونسبت، موديل اصلا اقدم شويه من شات جي بي تي 3.5 دوت، بس بيستخدم نفس الطريقه، بريدكتيف تكست، بيبريدكت انت هتكتب ايه، بس هو ما بيعملش اكتر من كده. هو شايف الفايل بتاع الكود اللي انت فاتحه دلوقتي، تمام، وانت مثلا في بي اتش بي ستورم او حاجه، وانت بتكتب اهو فاريبل جديد، هو بيكسبكت انت بس هتكتب ايه. هل هو اكيوريت 100%؟ لا، في باجز كتير جدا بتطلع. بيسهل عليك شغلك شويه، بيسهل عليك شغلك شويه. في الحته بتاعت كوبايلوت، ليه كوبايلوت برضو مختلف شويه عن تشات جي بي تي؟ هم اي نعم استخدموا نفس الموديل بتاع بريدكتيف تكست، بس زودوا فيه التريننج بتاع، تخيل، جيت هاب كامل كل الكود اللي فيه دوت التريننج جراوند بتاعته. فوانت بتكتب مثلا كود الووردبريس، هو شاف الدوكيومنتيشن بتاعت الووردبريس اولا، لان ده في التريننج الاساسي بتاعه، زي ان هو شاف كود كتير مكتوب، بيقدر يبريدكت انت محتاج تستخدم مثلا اكشن ايه او فلتر ايه في الحته ديت. بس هل بيملى لك الفانكشن 100%؟ لا. البروبلم سولفنج مش من خصائص حاجه زي تشات جي بي تي. تشات جي بي تي بيبريدكت التكست اللي كتب، مش بيبريدكت حل المشكله. ولا مشكله. بس فهو لا، لسه العامل البشري مطلوب في ناحيتين. اولا الديفلوبرز هم اللي عملوا تشات جي بي تي، ماشي، وزي ما احنا قلنا السيرش انجنز بتبهدل السايتس اللي بيكتب فيها كونتنت بالطريقه دي عموما. اه بس بيساعد
بيساعد طبعا، زي ما بقول لك كوبايلوت انا عندي كوبايلوت شغال على بي اتش بي ستون، بيساعد، دوس تاب يملى لك الكود، بص بس المشاكل اللي هو عاملها ايه وصلحها. تمام. لكن هو بيساعد، لكن ما انصحش ان انت تعمل عارف سلاش سلاش تقول له انا عايز حته كود بتعمل كذا وهو يكتبها لك. لا باظ الدنيا. اه طيب انا اسئلتي خلصت، فكنت سالت كده الناس على اليوتيوب، فلو عندهم سؤال يقولوه. تمام. خلاص، فمعانا سؤال بيقول: هل متوفر وظائف ووردبريس في شركات كتير؟ لان انا مش لاقي شركه، فالناس تدور ازاي؟ والله بص، هي الشغل موجود كتير يعني. عايز تدور على لينكد ان مثلا، لينكد ان جوبز مليان شغل ووردبريس ريموت. في اكونتات على تويتر ريموت، كان اسمه ريموت ورك اي يو تقريبا، اكونت على تويتر بيحط وظائف معظمها ووردبريس اصلا على تويتر. انديد مليان شغل ورك ريموتلي. موقع برضو اسمه ورك ريموتلي دوت بينزل وظائف كتير من ضمنها ووردبريس. انا اصلا لقيت اول شغلانه ليا كانت على ورك ريموتلي بس. فلا الشغل موجود. انت لو دخلت على جوجل كتبت ريموت جوبز فور ووردبريس هتلاقي. اقول لك حاجه، 90% من وظائف ووردبريس ريموت اساسا. ده حقيقي. يعني نادر قوي لما تلاقي حد بيعين ووردبريس يقول لك انا بعينه من يجي يشتغل في مكتب والكلام ده. انا ما شفتش حد عامل كده بالظبط. يعني اوتوماتيك اللي هي اصلا الشركه اللي عامله ووردبريس مش مكتب، ما لهمش مكتب، 100% ريموت من كل حته في العالم. بالظبط. وفي شيت هتلاقي لينك برضو في الديسكريبشن حاطط فيه والله كميه وظائف ووردبريس يعني كتيره الراجل جدا، طلع عينه وعامل شيت ومليان وظائف. طيب حلو. في الانترفيو مم. خلاص، انت في الانترفيو انت داخل مع حد، هو بقى اتش ار طبعا. تمام. في الاول، او بلاش خلينا نساله السؤال بطريقه تانية: الانترفيو عامل ازاي في الشركات؟ انت عملت انترفيو كام شركه؟ 3 شركات. حلو جدا. هل كلهم شبه بعض ولا فيهم اختلاف؟ تمام. 4 شركات. 4 شركات. تمام. والله بص، معظمهم شغالين بنفس الطريقه اللي هي بتاعه البروجكت. تمام. يعني اون ذا جو سيستمز اول شركه خالص ما كانش بروجكت بالمعنى. يعني قال لك ابعت لي بس كود سامبل اللي انت عامله، وبعدين دخلوا معانا كول على جوجل ميت، وعندهم شويه اسئله كده. الانترفيور قاعد معاك وبيديك لينك للشيت وانت تخش تحل الاسئله دي. الاسئله كان معظمها بي اتش بي، بس كان في جزء منها ووردبريس. لكن الموديل المتبع بطريقه وايد اكتر هو ان انت تعمل بروجكت ووردبريس. يعني يقول لك مثلا هات لي بلوجن او اعمل لي بلوجن بتعمل 1 2 3. ايه معظم الاسئله اللي بتتسال في 1 2 3 ديت؟ الحاجات المهمه جدا في ووردبريس: ازاي تعمل ادمن بيج، تمام، ازاي تعمل ادمن اجاكس كول، ازاي تستخدم الريست اي بي اي، وازاي تعمل شورت كود بكستمايزيشن تظهرها حاجات، تظهرها كونتنت تظهرها على الفرونت اند، وحاليا ازاي تعمل جوتنبرج بلوك. تمام. ديت يعني اكتر حاجه الناس بتركز عليها. حلو جدا. حلو الغش، حلو نظام الغش ده. ملوش علاقه بقى انت هتعملها ازاي في الاخر. يعني استخدمت اكشن كده كده، تستخدم طبعا الاكشن هوكس والفلترز والكلام دوت. بس هي متطلبات بتبقى كده في معظم الاوقات. وكمان حاجه شفت ناس كتير جدا بتعملها، ان هو يديك لينك مثلا لاي بي اي بره، ويقول لك كول الاي بي اي ديت، وهي بترجع لك جيسون اوبجكت وديسبلاي الداتا ديت مثلا في تيبل، واعمل عليها بقى كل الكلام اللي احنا قلناه، اظهرها في ادمن بيج واحطها في شورت كود والكلام انا عارف الشركه بتعمل دي، انا عارف الشركه دي. البروجكت دوت نخلي نجدي يشيره مع الناس. طيب الانترفيو هو بيبقى جزء التكنيكال بس ولا في بقى زي مثلا الاول بعمل معاك انترفيو مع الاتش ار، او بعد كده انترفيو مش عارف مع ايه؟ بص، هو كله بيبقى نفس الموضوع. 70% من الانترفيو بيبقى الجزء التكنيكال دوت. بعدين الجزء الثاني اللي الشركات بتهتم بيه جدا 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 هو الكالتشر فيت. انت هتفت الكالتشر بتاعتهم ولا لا؟ فهم مش عايزين في الاخر، الشركه مش عايزه مشاكل، عايزه ناس تشتغل مع بعضها في التيم من غير مشاكل. فمش عايزين يعينوا حد يعمل مشاكل بالظبط. طيب ايه انواع المشاكل ممكن نعملها عشان نتجنبها؟ طبعا ان انت مثلا تخش يطلب منك حاجه معينه في الشغل تقعد تعترض. ديت حاجه مشهوره جدا تلاقيها في الشغل. البني ادم اللي ما بيحبش التغيير. يعني احنا عملنا حاجه في بروجكت بس الريكويرمنتس بتستدعي ان احنا نغير فيها، تلاقي ناس بتتضايق، تلاقي الديفلوبرز يتضايقوا ليه نغير لو كنت قلته من الاول ما احنا كنا عملنا.
لا مفيش حاجه اسمها كده. انت في الاخر بتأدي وظيفتك، فاللي يطلب منك بتعمله. فدي مثلا احد الحاجات اللي بتعمل مشاكل كتير جدا في الكالتشر التقبل بتاعه التغييرات. ان انت تتقبل نقد الاخرين. الاجانب ناس صريحه صح، لو عملت حاجه غلط هيقول لك انت عملت حاجه غلط. هو مش قصده حاجه، يعني هو مش بيقول لك انت عملت غلط انت كده وحش، لا هو بيقول لك انت عملت غلط خلي بالك المره الجايه ما تعملهاش. احنا في الثقافه العربيه بتاعتنا فريندلي اكتر شويه، ما بنخشش كده دبش. فهي هما بيسالوا الاسئله ديت، لو انت حصل معاك كونفليكت مع تيم ممبر تاني هتتعامل معاه ازاي؟ فالمفروض ان انت تقول له هفهم وجهه نظره، ولو هو ما تقبلش وجهه نظري هرجع للمدير بتاعي يحل المشكله بس. لكن ايه ما تخش يعني تبان انك انت اوبن، تبان انك انت متفهم الناس بالظبط، تبان انت فريندلي كده واوبن، مش داخل تعمل مشاكل وخلاص. تمام. ده تقريبا الاتش ار انترفيو بالظبط. وبرضه معظم او كل الشركات اللي انا دخلت عملت فيها، بما ان شركات الووردبريس ديت بغض النظر عن حجمها عامل ازاي، بتلاقي ان الاونر بتاعها انفولف بشكل كبير في يعني داي تو داي كده ايه اكتيفيتيز. فكان بيبقى في الانترفيو مع صاحب الشركه ده بس عشان يعني لو ويلكم للشركه بس ده بتبقى انت خلاص يعني دي بتبقى اخر ستيج وانت كده اتقبلت، فايه مفيش حاجه تقلق منها. بعدين بتيجي طبعا الخطوه بتاعه الاوفر. خطوه الاوفر خطوه مهمه جدا. معظم برضو الناس بتبقى مبسوطه قوي في الاول بان هو ايه ده مرتب بالدولار وكده، بس هي معلومه للناس ان الشركات بتوفر أكيد. بتحاول دايما توفر في المرتب، فالرقم اللي هم كاتبينه دوت هم مستعدين يدفعوا اكتر منه لو هم عايزين. فانت تقدر تنيجوشيت، تقدر تقول لا انا عايز ازود مثلا ايام اجازات، عايز ازود المرتب، يعني حاول تنيجوشيت في العقد بتاعك، ما تقبلوش كده ايه وخلاص مش زي ما يقولوا لك انت كده. مش زي ما انا عملت في الاول. انا في الاول قلت لهم في فيديو انا برضو على القناه دي، انا اول ما اشتغلت او جالي اوفر بالدولار حسبتها بالمصري، فبيقول لي انت الدولار مرتب، قلت مرتب يعني لو قلت دلوقتي ممكن الناس تموت من الضحك. دولار، هات لي اي دولار انت فاهم. كان هو ما رضيش يديني المرتب ده، يعني هو اداني اضعافه هو كشركه، بس اداني الليميت اللي هو رينج، اداني الاقل اوكي لان انا ما اعرفش بالظبط. فقلت دلوقتي في فيديوهات بتقول للناس ازاي تعرف الرينج بتاع الشركه وتروح قول لهم لا انا عايز المرتب بتاعي ما ينفعش بالظبط، ما تفرحش ان هو دولار وخلاص يعني. يعني هو زي ما انت قلت كده ما تفرحش ان هو دولار وخلاص، لان خلي بالك رينج المرتبات بتاعه السوفت وير انجينيرنج بره مرتفعه جدا، والشركات ديت بره هم عارفين كويس قوي هو لو عين حد من عنده في البلد هيدفع قد ايه. هو طبعا مش هيديك زي ما بيديك. يعني لو احنا عايزين نتكلم بارقام، طبعا امريكا هي اكتر دوله بيدفع فيها مرتبات للسوفت وير انجينيرنج. اوروبا مضروبه بالجزمه الصراحه، الاسعار فيها وحشه جدا، بس الافريج بتاع اوروبا مثلا 60,000 يورو في السنه، تمام، ده الافريج. امريكا المرتبات بتوصل 120-150,000. ايوه. فلو انت في البدايه خالص، لو انت جونيور في امريكا الطبيعي 60، يعني مفيش حد بياخد اقل من الرقم ده. فلو هم هيدوك اقل من 60 في السنه ترفض، يعني هو مش عارف يعين حد بالرقم ده. طبعا مش قصدي حاجه لما اقول كده، بس اللي بيقبلوا بالوظائف ديت عندك مثلا فئات يعني بلاد معينه. انا اشتغلت مع ناس من بنجلاديش، من الهند، من نيبال. الجزء دوت من العالم بيوافق على الارقام ديت، لان هي حتى عندهم بتعمل اكتر من الجنيه بكتير. أيوة. يعني تخيل احنا بنفرح بالجنيه ازاي، هو بالنسبه لهم ده يشتري القريه بتاعته كلها بالرقم ده حرفيا. الدنيا رخيصه هناك، لكن احنا مصر مش رخيصه، يعني احنا الدنيا مش رخيصه زيهم. فما تفرحش بالرقم، لا اعرف قيمتك. بدايتك 60,000، ولو انت في مصر ولو انت في السينيور ليفل بتتكلم من 60 80 وما فوق. وما تخافش من الارقام ديت لما تقولها لهم، هم عارفين ان دي الارقام الحقيقيه. صحيح، ده حقيقي. اعتقد جاوبنا على السؤال ده. هل الشركات بتستخدم الثيمات الجاهزه وتعدل عليها في شغلها، ولا بتعمل الثيمات من الصفر؟ لا نادر جدا ان انت تلاقي حاجه، حتى الايجنسيز مش بيعملوا كده مع الكاستمرز بتوعهم يعني. حقيقي. طب في سؤال معانا تاني برضو، هل لازم يبقى عندي شهاده جامعيه معينه او مؤهل معين عشان خاطر اشتغل الشغلانه دي؟ تمام. طيب برضه ممكن اخد نفسي انا كمثال. انا لما ابتديت اتعلم ووردبريس والبي اتش بي والديفلوبمنت عموما، انا كنت في ثانوي او كنت في اعدادي، بدات من اعدادي ثانوي، وما كنتش اصلا لسه دخلت الجامعه، تمام. فانا كده يعتبر ما كانش معايا اي مؤهل، لكن الريسورسز موجوده ومفتوحه لاي. طبعا لما تخش على فيديو على اليوتيوب ما بيسالكش انت معاك شهاده ولا معاك، خش اتعلم زي ما انت عايز.
والشركات بره بالذات، يعني سيبك من مصر، هنا في مصر الورق والتامينات والكلام ده لازم معاك مؤهل حتى لو دبلوم اي حاجه. لكن لو انت شغال مع شركه ريموت هو مش فارق معايا انت معاك شهاده ايه، اهم حاجه انت بتعرف تعمل ايه. ما دام هتعرف تأدي الشغلانه ديت هديك المرتب اللي انت عايزه، ومش فارق معايا الشهاده، اهم حاجه يكون كواليفايد يعني. ده حقيقي، يعني كل مطلوب صوره البطاقه بس. بالظبط ممكن ما يطلبوهاش منك يعني. طيب انا كده يا ابو حميد الاسئله عندي خلصت. انا حابب اشكرك جدا حبيبي وبشكرك نيابه عن الناس اللي هتشوف الفيديو. انا استفدت منك كتير النهارده والله، وان شاء الله الناس هتستفيد. بس اسمع حاجه، لو في اسئله جت خاصه بحاجه انا مش عارفها هقول لك وانت هتقولها لي وانا هقولها للناس. تمام، ده طلب بسيط جدا. انا ربنا استمتعت يخليك. جدا معاك فعلا النهارده، وكان حلقه مشوقه يعني. ربنا يخليك يا ابو حميد والله. حبيبي